السلام عليكم اخوتي خواتاتي داخل وخارج ارض الوطن. معكم دافيد في قلب الحدث. ومن جديد التراكس تعود الى الواجهه، ولكن هذه المره ماشي في البيريمتر المحج الملكي وماشي في المدينه القديمه. هذه المره مشات لعين دياب، موقع استراتيجي مهم و... و... ورئيسي جدا. اولا القرب ديالو من البحر، ثانيا القرب ديالو من مجموعه من المرافق الاساسيه، من بينها مروكو مول، سندباد، آه، اي حاجه تحتاجها فهي قريبه لك ابيي، يعني مشيا على الاقدام. خوتي خواتاتي، الساكنه او بما يسميها البعض دوار الشرقاوي، والبعض يسميه حي الصفيح الشرقاوي. فاحنا ماشي مشكل عندنا في الاسم ديال دوار الشرقاوي او حي الصفيح الشرقاوي. المهم عندنا ان التراكس دخلات عطات الكلمه الاخيره ديالها، ولكن عندنا غياب الساكنه، غياب احد من افراد السلطات باش نعرفوا الاسباب ديال الهدم. بما انه ما خرج حتى شي واحد تي تينتقد او تيطعن في عمليه الهدم، فبيان سور غيكون عندنا وحده من مجموعه من هاد الاسباب. اولا يقدر يكون هذا البناء ديال هاد الدوار عشوائي، يعني دوار غير مرخص له، اولا عشوائي. ثانيا يقدر يكون عندنا هاد حي الصفيح في ارض ديال مواليها او ديال الدوله. ثالثا يقدر يكون عندنا هاد البنايات او هاد الحي الصفيح مبنيه في واحد الارض اللي كانت تعطات الرخصه لاهل الارض، ولكن عطاتهم الرخصه يبنيو غير في واحد المسافه قصيره جدا، ولكن هما استغلوا الارض ديالهم وبناو مساحات كبيره، وهذا الشيء ماشي من حقهم في القانون ديال اي دوله. فبزاف الناس غالطين اخوتي خواتاتي، تيسحب لهم بانه انفو عندك ارض ديالك تقدر دير فيها اللي بغيتي. هي في القانون ارض ديالك تدير فيها اللي بغيتي، ولكن خاصك تطلب الرخصه. ولا تعطاتك الرخصه ديال البناء خاصك تحترم ديك الشروط وديك المعايير اللي عاطينك في البناء. مثلا عاطينك ما ديباسيش 200 متر في البناء وما ديباسيش واحد العلو، فهي اللي كاينه. انت الا مشيتي درتي 400 500 400 500 متر بحال في العهد القديم وعطيتي الرشوه ودازت القضيه والضمصات، مي راه واحد النهار غيوقفوا عليك، غيوقفوا على لو بلون، غيلقاوك بما انك انت ما احترمتيش الرخصه وما احترمتيش المعايير البناء. فهنا من حقهم اخوتي خواتاتي يقوموا بعمليه الهدم في حاله ما الا ما انت ما مشيتيش لطلب الاعتذار ودزتي الفرصه الثانيه وصححتي الاخطاء. فبما انه الحي كله حي الشرقاوي او دوار الشرقاوي تعرض كله للهدم، فهنا تنفهموا بان الحي كله عشوائي وغير قانوني. خوتي خواتاتي غنخليكم مع مجموعه من مقاطع الفيديوهات توثق عمليات الهدم لهذا الحي، حي او الدوار، اللي تنشوفوا فيه غياب السكينه. المهم من هذا الشيء كله عندنا هنايا البروتوكول ديال الاستفاده. البروتوكول الاستفاده خوتي خواتاتي فهو معروف، 10 مليون و2 مليون النوطير، اون توتال هي 12 مليون. فهاد البروتوكول الاستفاده تقريبا غادي عليه الدوله في مجموعه من المدن. الساكنه تتخرج وتتقول بان راه الاكثريه راه ما عندهمش وما في حالهمش، يعني نفس السيدي ونفس السيناريو تتعاود. اللي عنده راه تيخلص الاستفاده 10 مليون و2 مليون النوطير، واللي ما عندوش وعنده الحق في الكريدي من البنكه فهو تلتاج البنكه وتيطلب واحد الكريدي. واللي ما عندوش راه تتبقى القضيه فيها القضيه فيها الجرجير والتخسيخ وطلوع ونزول اللي تما يلقاو ليه شي حل. خوتي خواتاتي غنخليكم مع مجموعه من مقاطع الفيديوهات توثق عمليه الهدم في دوار الشرقاوي بمنطقه عين دياب، اللي فيها من اجمل البحوره في الدار البيضاء، واللي انا سورفيت فيها بدوري. سورفيت في البان 3 في 19، وفيها حتى كانوا فيها مقاهي شعبيه، كان فيها واحد لومبيونس، فكل شيء تحيد اخوتي خواتاتي. حتى مطاعم من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه زوينه ونقيه فهي تحيدت لانه ملك
البحر هو ملك للشعب، وحتى شي واحد ما عنده الحق يبني في البحر، او حتى شي واحد ما عنده الحق يبيع فوق البحر. فالبحر ملك للشعب وترجع للشعب. واش نتوما مستعدين؟ قبل ما نمشيو لا فيديو، الا كنتي اول مره تشوف القناه ديال دافيد في قلب الحدث، ما تبخلش علينا بواحد الاشتراك، بواحد الاعجاب، وبواحد التعليق زوين، وبواحد لو بارطاج الا كان ممكن. وشكرا. واش نتوما مستعدين؟ ار يو ريدي؟ ليتس جو. ومن عند دياب التراك تدخل على الخط. كريان الشرقاوي، وما أدراك ما كريان الشرقاوي، قريب من البحر، موقع استراتيجي مهم جدا. كريان اللي عنده أقدمية أكثر من 70 سنة، فيه ساكنة كبيرة اللي خدامة واللي عايشة في هذا الكريان، اللي هو كريان أومونطون فيه مجموعة من البنايات، غير هو مخبي شوية على البحر، جا شوية بعيد على البحر. فالكريان دخلت عليه اليوم لأن الدولة ارتأت بأن هذا الكريان أو هذا المجمع السكني فهو غير قانوني، أو مبني في أراضي راجعة للأصحاب ديالها، أو كاينين الناس اللي عندهم الأرض ديالهم وعندهم رخصة البناء، ولكن سوا ما عندهمش رخصة البناء أو عندهم رخصة البناء باش يبنوا واحد المساحة محددة، لكن هما بناو في مساحة كبيرة اللي ما عندهمش الرخصة ديالها. ومنطقة عين دياب كريان الشرقاوي، فاليوم تدخل عليه التراكس اللي تقول كلمتها الأخيرة: الهدم ثم الهدم ثم الهدم. مجموعة من الناس ساكنين في كازا وما تعرفوش هاد كريان الشرقاوي، ولكن الساكنة ديالو فهي لا تعد ولا تحصى. مجموعة من أحياء الصفيح، مجموعة من المنازل المبنية واللي عندها الماء والضوء. فاليوم جات التراكس اللي تقول كلمتها الأخيرة: الهدم ثم الهدم ثم الهدم. كريان قديم هو تيتعدى 70 سنة، فيه مجموعة من السكان، ما بعيدش بزاف على البحر، ولكن الدولة تتقول بأنه سكن عشوائي أو بنيان غير مرخص فوق أراضي ديال مواليها، أو كاينين أصحاب الأراضي اللي عندهم ملكية ولكن رخصة البناء ما عندهمش، أو عندهم رخصة البناء ملي ما تتعداش واحد المساحة، لكن هما بناو في بناو في مساحة كبيرة اللي ما عندهمش الحق.